واش تقلبات الحافله نتاع الفريق؟ لا. ايوا فين هي القوه القاهره؟ يا الحمره والبعره، انتم راكم تضربوا في بلادكم. كاين شي قوه قاهره اكثر من شنقريحه؟ ها دابا انتم كتعترفوا بان شنقريحه ماشي قوه قاهره. واش شنقريحه هادو راه كيضربوا فيك. الكاف عطاتك المكانه ديالتك، الكاف رداتك انت والبركان والزلزال بحال رداتك انت قوه قاهره بحالك بحال البركان. ويجيو هادو يقول لك لا اديهم للحبس، اديهم للحبس اش نقريحه. هادو راه بهدلوك، ردوك صغيور. واش كاين شي واحد كيقول الجيش نتاع بلادو انت ماشي قوه قاهره؟ هكا اي كان شتي القانون الجديد، اي منشور او اي تصريح يزعزع سميتو يزعزع اش كيزعزع الوطنيه والثقه في الجيش الوطني الشعبي. 30 عام ديال الحبس. ثلاثين عام ديال الحبس. هذا قانون جديد خرج في الجريده الرسميه. اذا شكون اللي منع التونيات من الدخول؟ من منعهم؟ السلطات الجزائريه. السلطات الجزائريه قوه قاهره ولا ماشي قوه؟ عندك تخطى، عندك المغل، عندك الحمار، عندك فكر مزيان عاد جاوب. راه كان انا كان كنت انا محامي والله حتى نغلبكم غير في هذه في الطاس بالله. غيجي تما المحامي يقول لك مستر ذا بريزيدنت ذيس كاف شي واز بيريزيد ماجور فورس لا فورس ماجور. وير از فورس ماجور؟ ار يو سيريس؟ وير از فورس ماجور؟ There is no tremblement de terre, no seisme, no volcan. حبس تما. ستوب. سيمو بوسطون اعتق اخي السيمو، اعتق صاحبي، اعتق صاحبي اللونغي مشات. هادشي اللي انا غادي نجي كمحامي ديال الكاف غنقول له مستر ذا بريزيدنت واتس ذيس؟ اتس الجيريان. Do you know Algeria? No. You must know Algeria. Algeria is قوة ضاربة. هي قوة ضاربة. Are you sure? Yes. Look. Listen. ونوري له كيفاش كيقولهم نحن قوة ضاربة. صافي ربحت الماتش. صافي. ناري ويسمع هادي القجع غادي يجي غيبوس لي راسي. ناري شي واحد ويقطع هذا المرصو ويصيفطو للقجع، غيقلب عليا يجي حتى لطنجه يبوس لي راسي يقول لي عييت نسمع في المرافعات نتاع المحامين ما لقيتش بحال المرافعه ديالك. صافي ربحتي. الكاف كتقول بانه كاينه قوه قاهره. هل تعتقد انت كجزائري انه ما كاينش قوه قاهره؟ لا ولا اتونسيون. ها هي نحن قوه ضاربه. ما الفرق بين ضاربه وقاهره؟ شكون اللي كثر؟ واش قاهره ولا ضاربه؟ اعطيني اللغه، اعطيني دابا نمشي معاك انا في سميتو في لاسيميوتيك. يلا ايهما اكثر قوه؟ هل القاهره ام الضاربه؟ راه تقدر تكون قاهره وانت ما كتضربش. الضاربه زايده بيان. لا اخي خالد، لا القهر نقدر نقهرك غير بالسكات، ولكن الضرب لا. الضرب فيه الضرب والقهر بجوج. الضاربه زايده على القاهره. ضاربه بالحجر ويغلبوك. المهم كيضربوا امازيغيه ويقهروا. دابا بيني وبينك ما كاينش القهره في الجزائر. عرفت الله دابا ماشي قوه قاهره تما في الجزائر. زعما الجزائريين ماشي مقهورين مساكن اللعابه وما قال لك راهم راضيين نفسيا. هما كيعترفوا. المدرب مسكين راه شادينو تما بالسناسل. ماشي قاهره. والله انا ندير مرافعه نمشي ندير لهم انا غير تبون نقول لهم شوفوا شكون كيحكم في ذاك الدوله. الا كنتوا رجال سيروا لعبوا معاهم. سيروا لعبوا نتوما. نقولوا سير القاضي سير لعب انت. سير انت لعب بلاصه بركان. لعب انت عند هذا حاكمهم تلفات له 12 مليون غنمه ومازال كيقلب عليها في 2024. واش السيد باغي يحل لي مليار و300 مليون متر مكعب في النهار؟ هذا غتمشي تلعب عنده انت؟
قال لي خلي فين هو الرأي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أسعد الله مساكم الإخوة الكرام وخير كبيرة. الضوء راكش طالب صداع كامل بيت سداك المايك الله يرحم لك الوالدين. أنا راه عندي واحد الحساب هنا بنفكو مع هاد خونا في الله. انتي دابا البارح. وهل تعتقدون على أن ثمة تمرمقات أخرى قادمة يعني ننتظرها بشغف طبعا؟ هل يمكن أن تطمئن الجمهور التيك توكي المغربي على تمرمقات جديدة سيكون الحنك الجزائري مسرحا لها؟ السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي إلى استوديوهاتنا المركزية في طنجة. معكم مراسلكم من أمام المحكمة الدولية لرياضة كرة القدم الطاس، حيث أمامها مباشرة في الساحة الأمامية لبوابة محكمة الطاس يرقد هنا عارف مشاكرة وصوفيا باللامان وعدد من العبط الزبط والهبل من بصبع البردوع الذي كان ينتظر فعلا أن يخرج هناك قرار من هذه المحكمة، لكن في خرجة كان المغاربة يتوقعونها وأيضا المحللين الرياضيين يتوقعونها أن وجه أحد القضاة المسمى بوطاسة. هذا بوطاسة استعمل طاسة من نوع إينوكس، هذه النوعية الغليظة السميكة، ووجه بها ضربة جديدة إلى رأس وليد صادي والاتحادية الجزائرية، حيث بربقهم بتلك الطاسة من نوع الإينوكس الفاخر والذي تستعمله المحكمة الدولية للرياضات في مثل هذه القضايا. فالقاضي بوطاسة بعد أن اطلع على ملفات ومجريات القضية التي طالب بها الفاف بقرار أو مطالبة استعجالية بإلغاء أو وقف لاعب مباراة النهائية، القاضي بوطاسة بربقت بربيقة على رأس وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية الذي كان معه 4 محامين تم الاتيان بهم من القوة الضاربة من الجزائر العاصمة. ولكن كل الحجج والبراهين التي قدمها وليد صادي هذا رئيس الاتحادية الجزائرية ومعه 4 محامين وبالإضافة إلى عارف مشاكرة وصوفيا باللامان وعدد كبير من البصبع البردوعي الذين تنقلوا على هذه الطائرات التي ترسلها كوين في اتجاه سويسرا، حيث هناك يعني كانوا ينامون أمام هذه المحكمة في الوقت الذي كان فيه جمهور العاصمي وأيضا البصبع البردوعي التبوني الذي يتابع القنوات الإعلام في الجزائر يتابعها بشغف، ويتم تسخين الفرفارة له من قبل هذه البلاطوهات التي اختلط فيها الشكل بالعكل، فبين الحديث عن الرياضة وإدخال للتطبيع والحديث عن المخزن وأيضا القضية الفلسطينية والقضية الخزعبلاتية البعيرية البوليزارية الصحراوية، كل هذه القضايا تم إدخالها في قضية واحدة ألا وهي تبربيق اطلق جعل الاتحاد العاصمة الجزائري من خلال فريق نهضة بركان، والتي زاد الطين بلة أن سجل أحد اللاعبين على الفريق اسمه بركان أيضا. كل هذا الأمر فعلا لحدود هذه الساعة ما زال المتابع العربي وخصوصا المتابع البصبع البردوعي الجزائري ينتظر كيف سيتعاطى الإعلام الجزائري مع خبر محكمة الدولية الطاس. هل سيتناول الإعلام الجزائري هذا القرار؟ هل سوف يتقبل البصبع البردوعي هذا القرار؟ هل ستسمع دوي الطاسة التي ضرب بها الاتحاد العاصمي والجزائري في كل القنوات الجزائرية؟ هل سوف يتحدث الإعلام الجزائري بخزعبلات الكولسة والجوسسة والعوسسة والصهاينة يساعدون المروك؟ كل هذه الهلهلات وغيرها سنتابعها في بلاطوهات بصبع البردوع من هنا إلى هناك. من هناك إلى هنا. مشكور الرأي المغربي، ودائما في إطار كرة القدم ومقابلة مزمع إجراؤها هنا بالمغرب. هذا الإجراء أو هذه المقابلة التي ستشكل على مدار 15 إلى 21 يوما حديث الإعلامي الجزائري البكاء الشكاء. مرة أخرى بكائيات وشكائيات يعني يمطر كل بلاطو كل بلاطو من هذه البلاطوهات سيمطر بها المتابعين المبردعين من الجماهير الجزائرية. يتعلق الأمر بالمنتخب الغيني الذي قررت اتحادية الغينية لكرة القدم أن تجري مقابلة الاستقبال هنا في المغرب
هنا في المغرب، لكن لم يحدد بعد في أي ملعب. ألا تعتقدون أستاذ الرأي المغربي أنه في إطار التمرميقة الثالثة أو الرابعة، أو في إطار استكمال الضربات الستة لكي نتحدث فعلا عن 6 استفزوك كما سبق لبركان أن سجلت ذلك، ألا تعتقدون أن الاتحاد الغيني، وسطر على الاتحاد الغيني، سيطالب باستقبال الجزائر في العيون؟ تحياتي لكم مشاهدينا الكرام مستمعينا عبر كل أصقاع العالم والمنصات. من هنا معكم مراسلكم الرأي المغربي من الجمهورية الغينية، وأيضا بالضبط مع رئيس الاتحادية الغينية الحاج بونغو مولمانغو، والذي فعلا خرج في إحدى خرجاته الإعلامية ليتحدث على أنه طالب من الاتحادية المغربية أن تلعب مباراته هناك على مستوى المغرب. وهذا الأمر تناوله إعلام الدولة الجزائرية المسمى بإعلام استفزوك. هذا الإعلام حقيقة أثار هذه الكلمة أكثر من مرة، فقد عانى أو يحاول أن يصور الإعلام الجزائري لبصبع البردوعي القهوي الذي لا يعلم في الرياضة شيء على أن المغرب يستفز الجزائر من خلال استضافة مباريات الاتحاديات الإفريقية التي لا تتوفر على ملاعب مصنفة أو معتمدة من طرف الكاف. فإعلام استفزوك الجزائري بدأ في البكاء والنواح منذ أزيد من 6 أسابيع متتالية. بلاطوهات فتحت وأقلام نشرت ومقالات كتبت وأيضا خرجات خرجت. كل هذا الأمر فقط لأن الاتحاد المغربي قبل بالدعوة التي وجهها الحاج بونغو مولمانغو رئيس الاتحاد الغاني، الذي طلب من المغرب استضافة منتخبه في المغرب. وفي خرجة للقجع للمغرب حاول فيها أن يكون أكثر استفزازا لدولة استفزوك، أن يحاول توجيه المباراة لتلعب في مدينة العيون هناك في الشيخ لغضب، حيث سيكون الشيخ لغضب حاضرا ليشيخ عليهم بضراعته أمام الجمهور المغربي في الأقاليم الجنوبية بالصحراء القاربية المغربية. ربما يكون المباراة هناك، ربما لن تكون. فهل سوف تقع هذه المباراة في العيون؟ هل سيفعلها الأقجع ويستفز إعلام استفزوك استفزازا لم يستفزه أحد؟ هل سيقبل الاتحاد الجزائري بهذه الخرجة الجديدة؟ هل سيكون الضغط والدعس على الفريق الجزائري من خلال موجوده في الأقاليم الجنوبية للمغرب؟ هل سيتقبل بصبع البردوعي هذه الخشية والحاشية الجديدة؟ كل هذا الأمر سوف نتابعه في قادم الأيام، مع التذكير أن هناك معطيات غير مؤكد منها أن ملعب الشيخ لغضب غير معتمد حاليا لدى الكاف. من هنا إلى هنا.